السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم دعاء لكشف الهموم والابتلاءات الكبيرة. تعالوا نعرف، بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى إيه هو الدعاء ده؟ هو دعاء سيدنا يونس عليه السلام حينما كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاثة: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال جل وعلا: فنادى في الظلمات، يعني سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كانت النتيجة إيه؟ فاستجبنا له. الفاء للتعقيب والسرعة، فاء الفرج. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والموضوع ما كانش خاص بسيدنا يونس، بل هو لكل المؤمنين إلى قيام الساعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كما دعا يونس عليه السلام وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الظلمات الثلاثة، كذلك لو قالها المؤمن وهو في ظلمات الابتلاءات والمصائب والهموم والأحزان سننجيه كما نجينا عبدنا يونس. هكذا هو المعنى العظيم الذي نفهمه من تلك الآية بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أدي لحضراتكم مثالين في غاية البساطة. ممكن واحد، عافانا الله وإياكم، ممكن واحد يكون مريض ومديون ومتسلط عليه بعض الأعداء ليؤذوه، يبقى كده كام ظلمة؟ 3 ظلمات اهو: ظلمة المرض وظلمة الديون وظلمة عداوة الناس. تمام؟ فلما يقول هذا الدعاء ويكثر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يبقى إيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. ما شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى ممكن في الوقت ده يشفيه من المرض اللي هو فيه، ويقضي دينه ويوسع عليه رزقه ويكفيه شر أعدائه. ما شاء الله. يبقى ربنا نجاه من الظلمات الثلاثة. في المقابل ممكن تكون واحدة مثلا إنسانة فاضلة ملتزمة، إنسانة ست بيت ومحترمة وصاحب الدين وأخلاق ما شاء الله، لكنها اتطلقت ظلم. يعني اللي طلقها ظلمها وطلقها، يبقى اتطلقت ظلم واتحرمت من أولادها، وبسبب الاتنين جالها المرض. سبحانك يا ربي، دي كم ظلمة؟ ظلمات ثلاثة. فلما تكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قادر ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلب هذا الرجل اللي هو طلقها، يلقي في قلبه محبتها مرة أخرى فيرجعها ويرجع لها أولادها، وفي نفس الوقت ربنا يكرمها ويشفيها من مرضها. يبقى وكذلك ننجي المؤمنين. فعشان كده بقول لحضراتكم كتروا على قد ما تقدروا، والله وعن تجربة، والله عز وجل لا يجرب. ما دام ربنا قال إن ده سبب نجاة يبقى هو سبب نجاة. نفعلها بيقين، نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إحنا الآن في ظلمات كثيرة: ظلمة غلاء الأسعار، وظلمة إن ما فيش شغل، وظلمة إن الناس في مرض وفي هم وفي حزن. فلما نكثر من هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تكون طالعة كده من القلب وبيقين وثقة في الله سبحانه وتعالى، قادر ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا كلنا من ظلمات الهموم والديون، ومن ظلمات الأزمات الاقتصادية، ومن ظلمات الأمراض إلى غير ذلك من الأشياء التي نعاني منها في هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومكم، وأن يوسع أرزاقكم، وأن يقضي ديونكم، وأن يشفي مرضاكم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.